بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طلعنا غيرنا جو أنا وابني ورحنا على الذراع الغربي. ضلينا سهرانين طول الليل نتسامر ونحكي، وصلينا الفجر وطلعنا نتمشى في كرادور عبدون، وهي الرياضة المفضلة عند أغلب السكان هناك. طبعا بستنا الحلوة لوسي حبت تيجي معنا تتمشى، بس ما خليناها تيجي معنا، فحكينا لها استنينا حتى نرجع. وخليكي قاعدة باب الدار معززة مكرمة بين الخضار والزريعة والقعدة الحلوة. الساعة الآن 5 فجرا، والجو كتير حلو بالذراع الغربي، والسما مثل ما انتو شايفينها صافية، وفي نسمات هوا عليلة. وهاد هو كرادور عبدون، مخصص للمشاة ومحبي الرياضة. وضلينا نمشي من الزيرو لحتى وصلنا 1500 متر. صراحة الجو كان مرة حلو. ووصلنا خط النهاية وحبينا نرجع لخط الصفر. وعلى الشمالي كانت سنابل القمح الذهبية. بصراحة تذكرت بيت الشعر اللي بيحكي: ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. أما على يميني فكان مكتوب على كل حاجز من الحواجز سبحان الله، وعلى الثاني الحمد لله، وعلى الثالث لا إله إلا الله، والرابع الله أكبر، وهكذا. والهدف من كتابته حتى تعطر فمك بذكر الله وانت بتهرول أو بتتمشى، وهيك ما بتحس بالمسافة اللي انت قاعد بتقطعها. بصراحة كانت فكرة مرة حلوة، فيها بتمارس رياضتك المفضلة ولسانك مشغول بذكر الله. ورجعنا لخط البداية وتنفسنا الصعداء، ورجعنا على البيت ولقينا لوسي باستقبالنا وفرحت لما شفتنا. داعبناها شوية وحطينا لها دراي فود، وكانت مرة جوعانة كأنها كانت هي اللي تلعب رياضة. وهيك خلصت حكايتنا. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا أحلى لايك، وإلى اللقاء في حكاية جديدة. مع السلامة.